في حاجات في الدنيا لما تعرفها بتحس إنك كنت عايش وما تعرفش نص الحقيقة، وموضوعنا النهاردة واحد من الحاجات دي. بس المرة دي مش عن فرقة التلات تسعات، لأ، إحنا هنغوص في عالم مختلف، مظلم، سري، ورهيب. عالم فرقة التلات سبعات. ناس كتير تعرف الاسم، لكن القليل جدا يعرف هم مين، بيعملوا إيه، وإزاي بيحمونا وإحنا نايمين. مستعد؟ اربط الحزام، علشان النهاردة هحكي لك قصة الفرقة اللي بتتحرك وقت الكوارث، الفرقة اللي بتتدخل لما الدنيا تفلت، الفرقة اللي وجودها لوحده كفيل يرعب أي عدو، فرقة التلات سبعات المصرية. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس، علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. فرقة التلات سبعات مش مجرد وحدة عسكرية، هي منظومة أمنية كاملة بتشتغل في صمت، كأنها شبح بيتحرك لما الخطر يقرب. وعشان كده محدش بيشوفهم، لكن الكل بيحسب لهم ألف حساب. معلومات استخباراتية عالمية قالت إن الفرقة دي اتدخلت في أكتر من 23 حالة تهديد داخل مصر ما بين سنة 2000 و2020. تم التعامل معاها بدون أي خسائر بشرية، وبحسب تقرير نشره مركز الأمن والدفاع البريطاني تم تصنيف الثلاث سبعات ضمن أكتر الوحدات قدرة على التدخل السريع على مستوى الشرق الأوسط. بالمناسبة، فرقة الثلاث سبعات مش بس بتتدخل في العمليات الإرهابية، هم بيشتغلوا كمان في تأمين رحلات جوية حساسة، تأمين شخصيات عامة وقت التهديد، وفي بعض الأحيان بيشاركوا في عمليات عسكرية خارج الحدود من غير ما حد يعرف. من أشهر المعلومات اللي تم تسريبها عنهم إنهم شاركوا في تأمين وفود دبلوماسية أجنبية أثناء أحداث سياسية ساخنة في القاهرة، وكانوا موجودين متخفين وسط الجموع ومستعدين لأي تصعيد. وفقا لتقارير غير رسمية، تمت الاستعانة بعناصر منهم في حماية منشآت استراتيجية وقت ثورة يناير، وكان ليهم دور حاسم في منع اقتحام بعض المواقع الحيوية. اللي بيميزهم مش بس المهارات، لكن كمان الذكاء والاستعداد النفسي العالي. تعرف إنهم بيمروا باختبارات نفسية بتحدد درجة ثباتهم وقت الأزمات، يعني مثلا بيحطوهم تحت ضغط عصبي شديد، يخلوهم يشوفوا فيديوهات صادمة، أو يمروا بتجارب نفسية مؤلمة، علشان يضمنوا إن الشخص اللي في الفرقة يقدر يشتغل بعقله حتى وهو تحت أقصى درجات الخطر. ده غير الاختبارات الذهنية اللي بتقيس سرعة اتخاذ القرار في ظرف أقل من ثانية، وده بيتحقق باستخدام برامج محاكاة معقدة. ومن ضمن التقييمات كمان هو قدرة الفرد على السيطرة على أعصابه في مواقف زي فقدان زميل قدامه في التدريب أو حدوث انفجار مفاجئ جنبه. نيجي بقى للجزء اللي كل الناس بتسأل عنه، إزاي حد ممكن يبقى واحد من فرقة الثلاث سبعات؟ باختصار، صعب جدا. اللي بيدخل الفرقة دي لازم يكون ضابط مقاتل في الأساس، وغالبا من قوات الصاعقة أو المظلات، وبعدها بيتم تصفيته من وسط عشرات المتقدمين، وبيتم اختبارهم جسديا ونفسيا بشكل مكثف. من أشهر التدريبات اللي بيمر بيها المرشحين هي تدريبات التحمل المستمر، ودي عبارة عن سلسلة من الاختبارات الجسدية والنفسية على مدار 72 ساعة بدون نوم حقيقي. الفرد بيتم اختباره على الزحف، السباحة لمسافات طويلة، فك وتركيب السلاح تحت ضغط، وده كله بيكون وسط ظروف بيئية قاسية. في مرحلة معينة بيتم حرمان المتدرب من الأكل لمدة 48 ساعة، وبعدها يطلب منه تنفيذ مهام تكتيكية شديدة التعقيد عشان يختبروا إزاي عقله بيشتغل وهو في أقصى درجات الإجهاد. بعد كده بيبدأ التدريب الفعلي داخل وحدات الفرقة، واللي بيستمر لفترة لا تقل عن سنة كاملة. خلالها الفرد بيتعلم القتال في المساحات الضيقة، التكتيكات الحديثة في تحرير الرهائن، طرق الاقتحام، القفز الحر من الطائرات، والقتال الليلي. كمان بيتدربوا على استخدام أنواع معقدة من الأسلحة وتبديلها في وسط المعركة حسب الموقف. وبيتعلم إزاي يشتغل في فرق صغيرة بتنقسم لوحدات تدخل ووحدات تغطية ووحدات قنص. ومن المدهش كمان إن التدريبات دي بتتحدث باستمرار، وبيتضاف لها خبرات حقيقية من كل عملية ناجحة، يعني كل جيل جديد من الثلاث سبعات بيكون أقوى وأكفأ من اللي قبله. وفي دورة تدريبية خاصة بتتسمى التقييم بعد المعركة، بيتم فيها تحليل كل ثانية من أي عملية حقيقية شاركوا فيها، ويتقال فيها بكل صراحة إيه اللي نجح وإيه اللي ممكن يفشل، وده بيبقى مرجع للدفعات اللي بعدهم. هل كده كفاية؟ لأ، لسه في كتير هقوله لك عن التسليح والعمليات والأساطير اللي اتبنت حوالين الناس دي. نبدأ بالتسليح. فرقة الثلاث سبعات مش بتعتمد على القوة البدنية أو سرعة الحركة، دول كمان معاهم ترسانة مصغرة بتتحرك معاهم في كل عملية. كل مقاتل بيبقى مجهز بعدة أسلحة، وكل سلاح له دور محدد حسب المهمة. أشهر الأسلحة اللي بتستخدمها الفرقة الرشاش الألماني MP5، وده بيستخدم في الاقتحام داخل الأماكن الضيقة لأنه خفيف ودقيق جدا.
البندقية الأمريكية M4A1 السلاح الأساسي في كتير من العمليات، وخاصة لو في قتال مفتوح أو اشتباك طويل. بندقية بينيلي M4 الإيطالية، ودي بندقية نص آلية قوية جدا في الاشتباك القريب. جلوك 17 مسدس نمساوي خفيف وسريع، بيتحط في الجنب كخطة بديلة. لكن ده مش كل حاجة، كل مقاتل معاه درع واقي MBC 001 معمول من مواد مركبة بتمتص الصدمات، وتقدر تتحمل رصاص عيار 7.6 مللي. كمان معاهم نظارات رؤية ليلية حديثة بتخليهم يشتغلوا في الضلمة كأنهم في النهار، مع أجهزة اتصال مشفرة ودرون صغيرة بيستخدموها في الاستطلاع والمراقبة. واللافت إن الفرقة بتطور أدواتها باستمرار. في 2021 تم إدخال معدات إلكترونية جديدة تقدر تحدد مكان العدو في المبنى من خلال الحرارة أو الحركة. يعني ببساطة مش بس مقاتل، ده مركز عمليات متحرك. نروح بقى لأشهر العمليات اللي خاضتها فرقة 3 سبعات. واحدة من العمليات اللي كتبت اسمهم في التاريخ كانت سنة 1998، واللي عرفت إعلاميا باسم عملية جلوبال سكاي. قصة العملية بدأت لما سفينة قبرصية حاولت تهرب من ميناء السويس من غير ما تدفع جمارك. الربان رفض يرجع، وهدد باستخدام السلاح ضد أي قوة مصرية تحاول تقرب. في لحظات كانت طيارتين هليكوبتر طايرين فوق السفينة، ومنهم نزلت قوات ال3 سبعات بالحبل على سطح المركب، وسيطروا بالكامل خلال 8 دقايق. العملية انتهت من غير ولا نقطة دم واحدة، وطاقم السفينة كله اتقبض عليه واتحاكم. ومن بعدها أي سفينة تفكر تهرب بترجع لوحدها. عملية تانية مشهورة جدا كانت في مطار القاهرة، وقت ما جاب بلاغات عن نية إرهابيين اقتحام طيارة على المدرج. قوات ال3 سبعات اتحركوا وسيطروا على الموقف بالكامل خلال 11 دقيقة من غير ولا رصاصة ولا ضجيج. ده غير مهام تأمين كبار الشخصيات وقت زيارات رؤساء أجانب، وتأمين مؤتمرات حساسة زي قمة شرم الشيخ الاقتصادية. وفي عمليات تانية كتير بس تفاصيلها سرية. اللي نعرفه كفاية خلينا نرفع القبعة لرجالة بيتحركوا من غير ما يتكلموا، ينجحوا من غير ما حد يعرف اسمهم. نخش دلوقتي على فقرة القادة والتاريخ. تاريخ فرقة ال3 سبعات بدأ سنة 1977، لكن سبب تأسيسها كان حادثة بشعة حصلت سنة 1976 لما مجموعة إرهابية اختطفت طائرة مصرية، والجهات الأمنية وقتها ما قدرتش تتعامل مع الموقف بكفاءة. اللي حصل كان درس، والدولة قررت إنها لازم تمتلك وحدة خاصة متخصصة في التعامل مع الرهائن والمواقف فائقة الخطورة. وقتها تم تكليف اللواء أحمد رجائي عطية بتأسيس الوحدة. اللواء رجائي ما كانش بس مقاتل، ده كان راجل عسكري عبقري عنده نظرة مستقبلية، وكان من أوائل الناس اللي فهموا إن الإرهاب مش مجرد معركة سلاح، ده علم وبيتطلب استعداد نفسي وفني مختلف. اللواء رجائي عطية حط حجر الأساس لتدريب الفرقة، وكان بيشرف بنفسه على المناهج، والفترات طويلة كان بيسافر يتعلم من القوات الخاصة الأجنبية ويرجع يطبق اللي اتعلمه بمفهوم مصري. عشان كده أول دفعة اتخرجت من الفرقة كانت شبه أساطير حقيقية. ومن بعده جه قادة كبار زي اللواء محمد عبد المنعم واللواء شريف سيف الدين، وكلهم زودوا الفرقة بخبرات جديدة سواء من خلال تطوير التدريبات أو التعاقد على تقنيات حديثة. أما من ناحية تخطيط العمليات فده بيتم بمنتهى السرية. الفرقة ليها خلية تخطيط مستقلة بتشتغل مع المخابرات العامة والعسكرية، وبيستخدموا برامج متقدمة لتحليل المكان المستهدف، عدد الأعداء، الأسلحة المحتملة، ونقاط الدخول والخروج. عملية التخطيط بتبدأ بتجميع المعلومات سواء من أقمار صناعية أو مصادر بشرية أو رصد إلكتروني. بعدها بيتعمل محاكاة للعملية داخل مركز التدريب وكأنها بتتنفذ بجد. بيحددوا كل تفصيلة حتى نوع الحذاء اللي هيلبسه المقاتل. وفي بعض العمليات بيتم بناء نموذج للمكان الحقيقي جوه معسكر الفرقة علشان يتدربوا عليه أكتر من مرة قبل التنفيذ الفعلي. الهدف دايما هو إن العملية تخلص في أقل وقت وبأقل خسائر وبأعلى كفاءة. وعشان كده لما تلاقي فرقة ال3 سبعات دخلت عملية، اعرف إن كل ثانية في التنفيذ وراها شهور من التخطيط والتدريب. لحظة تقدير، لحظة فخر، لحظة نراجع فيها نفسنا. إحنا بنعيش في بلد وسط عالم بيغلي، مليان فوضى، مليان تهديدات، مليان ناس مستنية أول غلطة علشان ينهشوا فينا. بس الغلطة دي ما بتحصلش. عارف ليه؟ عشان في ناس على الحدود، في ناس في الظل، في ناس بتموت وبتقوم وبتتدرب وبتتحمل فوق طاقة البشر علشان إحنا نعيش. فرقة ال3 سبعات مش بس وحدة عسكرية، دول قصة بقاء، قصة شعب عنده درع مش بيهتز، سيف مش بيصدي، وعين ما بتنامش. وانت قاعد دلوقتي بتتفرج أو بتسمع، اسأل نفسك، إحنا قد المسؤولية؟ قد التضحيات اللي بيقدمها الناس دي كل يوم؟ لو الإجابة لأ، يبقى لازم نبدأ نغير نظرتنا للبلد، نغير تعاملنا مع بعض، نوقف إشاعات، نوقف شماتة، ونبقى على قلب واحد زيهم. ولو الإجابة انزل دلوقتي في التعليقات واكتب جملة بسيطة بس ليها معنى كبير: تحيا مصر وتحيا رجالة ال3 سبعات.
وما تنساش تشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم، لأن الحكايات اللي في الظل لازم تطلع للنور. استناني في تقارير جاية هحكي لك عن ملفات تانية وناس تانية من نفس الطينة، نفس الصمت، نفس الشجاعة، نفس مصر. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.